أخطاء لازم تتجنبها وأنت بتصنع المحتوى. الأخطاء دي أغلب الناس بتقع فيها وبتبقى سبب رئيسي في فشل القناة بتاعتهم. وخلينا نبدأ الفيديو بالصلاة على رسول الله. أنا هيثم وجاي أكلمك عن الأخطاء اللي لازم تتجنبها في بداية رحلتك أثناء صناعة المحتوى. أول خطأ أنت لازم تتجنبه هو الاستسلام بسرعة. خلي بالك، أنا دايما في فيديوهاتي بقول لك إن إزاي تختصر وقتك، إزاي تحقق نجاح سريع، إزاي من شهر أو شهرين تبدأ بالفعل تشوف نجاح ملموس. لكن الكلام ده بيخلي بعض الناس تفتكر إن النجاح هيجي في يوم وليلة. عايزك تشوف الصورة دي معايا كده. الصورة دي بتوضح الشكل الطبيعي اللي بيمشي بيه الموضوع في صناعة المحتوى. فلو أنت جيت استسلمت في الجزء الأولاني ده فأنت ضيعت على نفسك الفرصة اللي جاية لك قدام. لكن أنت عشان استعجلت في النتائج واستعجلت في الحكم على الموضوع فخسرت إن أنت تقدر توصل للمرحلة التانية من صناعة المحتوى وهي تحقيق النجاح. وكل اللي أنا طالبه منك في المرحلة الأولى إنك تعمل خطة وتمشي عليها من 3 ل 6 شهور وتبدأ ترفع الفيديوهات بتاعتك بانتظام زي ما أنت هتبقى مخطط للخطة دي، سواء هترفع كل يوم فيديو، كل يومين، كل أسبوع هترفع فيديو. المهم إن أنت تكمل من غير ما تفكر ولا تبص على النتائج بتاعتك إلا عشان تطور صناعة المحتوى بتاعك. صدقني بمجرد ما تمشي على الخطة اللي أنت عاملها وعلى الخطوات اللي اتكلمنا فيها دي هتحقق نجاح أنت ما كنتش متوقعه. تاني خطأ معانا هو شراء المشتركين والمشاهدات. ما انصحش ابدا بانك تعمل الخطوه دي وانت بتنشئ قناه جديده ليك. حرفيا في ناس كتيره بتعمل العروض دي، فيجي يقول لك تعالى افعل لك ربح القناه على اليوتيوب واخد منك $10، او اجيب لك 10000 مشاهده مش عارف بكام، او اجيب لك مشتركين وتدفع $10. ايا كان العروض، كلنا اكيد بنشوف العروض دي على السوشيال ميديا وعلى مواقع كتير. لكن انا بنصحك بانك اوعى تشتري حاجه من الكلام ده، لانك هتضيع فلوسك، هتضيع مجهودك على الفاضي. اليوتيوب اصلا بيشتغل بطريقه التجريب والتطوير. يعني ببساطه اليوتيوب بياخد الفيديو بتاعك ويبدا يعرضه على مجموعه من الناس، 500 واحد 600 واحد، ويبدا يشوف التفاعل على الفيديو ده. بناء على التفاعل اللي الناس هتعمله على الفيديوهات بتاعتك بيبدا اليوتيوب يقرر هل يعرض الفيديو دوت على ناس تانية ولا الفيديو مش حلو وما يعرضوش على حد ويبدا يخفي الفيديو بتاعك. خلينا ندينا مثال عملي عشان تفهم الموضوع. نفترض ان انت عملت فيديو عن افضل 10 سيارات على مستوى العالم، فالفيديو بيبدا يتنشر، انت بتبدا تنشر الفيديو واليوتيوب يبدا يعرضه على بعض الناس اللي مهتمه بالمجال ده. فلو الفيديو جاب تفاعل كويس بيبدا اليوتيوب يعرضه لناس تانية لانه بيعتبر ان الفيديو ده ناجح. ايه مقياس النجاح عند اليوتيوب؟ مقياس النجاح عند اليوتيوب ان يبقى فيه وقت مشاهده ونسبه احتفاظ بالجمهور. دول اهم عاملين عشان اليوتيوب يبدا ينشر الفيديو بتاعك، ان الناس تبقى اتفرجت على مده طويله في الفيديو واحتفظ بالجمهور جوه الفيديو بتاعك. طيب في حاله ان انت اشتريت مشاهدات يا معلم، الناس دي بتبدا ان هي تخش تتفرج على الفيديو بتاعك 3 او 4 ثواني بعد كده بتخرج. فانت كده حرفيا اتحسبت لك مشاهده، سواء اشتريت 10000 مشاهده 20000 مشاهده، هي فعلا اتحسبت لك مشاهده، لكن نسبه احتفاظ بالجمهور ووقت المشاهده هو صفر يا معلم. فانت كده حرفيا قلت لليوتيوب ان الفيديو بتاعك فاشل وما بيحتفظش بالجمهور وما بيحققش نسبه مشاهده، فانت حكمت على الفيديو والقناه بتاعتك بالضياع من غير ما تبقى انت فاهم. الخطأ الثالث، اشترك عندي واشترك عندك، اعمل لي لايك واعمل لك لايك. شوف ناس كتيره في الكومنتات في القنوات بتقول الكلام دوت، او ان هي بتتكلم مع بعض في الموضوع دوت. زي ما اتفقنا انت محتاج جمهور فعلا مهتم بالمحتوى بتاعك، مهتم بالنيش اللي انت بتقدمه، مهتم انه يتفرج على الفيديوهات اللي انت بترفعها. خلي بالك الناس اللي بتشترك عشان انت اشتركت عندها، الناس دي بعد شويه مش هتتفرج على فيديوهاتك ولا هتشوف اي حاجه فيها، ويبدا اليوتيوب يبعت لهم نوتيفيكيشن والتاني والتالت، والناس ما بتتفرجش على الفيديوهات لانها اصلا مش مهتمه بالمحتوى بتاعك. فيبدا اليوتيوب ياخد فكره عن ان القناه بتاعتك الناس مش مهتمه بيها وان الناس مش مهتمه بالمحتوى اللي حضرتك بتقدمه، فيبدا يهمل القناه بتاعتك ويهمل الفيديوهات وما يبداش يعمل لك ترافيك ويظهر لك الفيديوهات بتاعتك لناس مهتمه بالفعل بالمحتوى بتاعك. فانسى الموضوع ده تماما واعمل محتوى حلو، والمهتم فعلا هيشترك في القناه بتاعتك من غير ما انت تقول له او انك تشترك له وهو يشترك لك. انا كده خلصت الفيديو، يا رب يكون الفيديو مفيد بالنسبه لك، واتمنى انك ما تقعش في الاخطاء اللي انا قلت لك عليها، ومستني اي استفسار ليك في الكومنتات. ما تنساش تعمل لايك وشير لو الفيديو عجبك. سلام.